السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين ونكمل تجهيزاتنا لشهر رمضان الكريم بأربع أفكار لفوانيس وكلها بالفوم والحاجات موجودة عندنا في البيت. جبت كده بقى قطع من الفوم 8 سنتي في 15 سنتي وقفلتها كده من الجناب، وهبتدي أجيب قطعة برضو طولها 15 سنتي والعرض بتاعها أكبر من دي، يعني حوالي 10 سنتي ب2 سنتي بس، وأبدأ كده إن أنا أتنيها وأقصهم زي ما انتوا شايفينها كده. مش هخلص القص للآخر خالص. هبدأ بقى كده أجيب الطرف من فوق والزقهم على بعض، ألف كلها من فوق كأن هي دي قطعة واحدة، واجي بقى من تحت ابتدي ان انا الزقها، هتبقى معايا عاملة بومبي كده. ده اللي انا عايزاه عشان يديني شكل الفانوس البسيط اللي بنعمله النهاردة. سهل وبسيط والاطفال يقدروا يعملوه، وتقدروا ان انتوا تنفذوه بجميع الاشكال والالوان. هجيب بقى كده قطعة من الكرتون اكبر منها حوالي سنتي، وابدأ ان انا اغطيها بالفوم من فوق ومن تحت، وشريط صغير كده اقفل بيه الجناب. طبعا تقدري تستخدمي الالوان اللي انت حباها في الفانوس ده، اي لونين تحبيهم مع بعض تقدري تستخدميهم مع بعض. وهبدأ برضو اجيب نفس القطعة برضو هكررها مرة تانية، دي كده قاعدة الفانوس وقبة الفانوس. وهبدأ اجيب قطعة اصغر منها ب2 سنتي، وبرضو اقصها على شكل دايرة كده، كله من الكرتون وكلها خامات متوفرة، ومش هتكلفني اي حاجة غير الفوم والشمع بس. هبدأ برضو ألف عليها الشريط كده. أنا هنا عكست اللون، خليت الدايرة خضراء والشريط أصفر. أبدأ بقى إن أنا ألزقهم كده على بعض عشان دي تبقى دي معايا القبة بتاعة الفانوس. وهبتدي أثبتها كده بالشمع من فوق، وبسيط جدا ومش هياخد منك أي وقت. ونبتدي كمان نثبت قاعدة الفانوس، وبقى معانا فانوس بسيط أهو. فاضل إن أنا أعمل التعليقة بتاعته أو اليد بتاعته. هبتدي كده أجيب قطعة مقاسها 2 سنتي في 10 سنتي، وابتدي إن أنا دي كده هتبقى اليد بتاعة الفانوس. وقطعة تاني مقاسها 2.5 في 20 سنتي، وهبدأ إن أنا ألفها حوالين اليد. ألزق كده قطع حبة من الشمع، وبعدين أبتدي إن أنا ألفهم. هتبقى معايا الماسكة اللي أنا همسك منها الفانوس. وعملنا فانوس سهل وبسيط وما كلفناش أي حاجة، والنتيجة هتعجبكم جدا في الآخر. هبدأ بقى ألزق كده اليد بتاعة الفانوس ونكمل القبة بتاعته كمان، وخلص معايا. تقدري تسيبيه كده وتقدري تزينيه بالمثلثات الخضراء اللي أنا عملتها دي. هحطها كده على الدايرة من فوق وبرده على القاعدة من تحت، ويبقى خلص معانا أول فكرة للفانوس بسيط وسهل وجميل، وتقدري تنفذيه وتفرحي بيه ولادك. وده الشكل النهائي للفانوس. ويلا بينا بقى على الفانوس التاني. ده كده كده جبت قطعة الفوم زي ما هي، شلت بس من العرض بتاعها 2 سنتي، وجبت قطعة مستطيل أي حاجة تقصي بيها. عملت كده 4 مستطيلات جنب بعض، ما بين كل مستطيل ومستطيل سنتي. وهبدأ إن أنا ألف وفرغتهم، وهبدأ إن أنا ألف حواليهم استراس كده فضي. ألف حوالين المستطيل كله. النهارده الفانوس ده كمان سهل وهيعجبكم شيك قوي قوي قوي. أنا كده خلصت. هبدأ بقى إن أنا أقفل كده الجسم بتاع الفانوس. وطبعا بعد ما اقفله اتاكد انه ثبت كويس، هيبقى برضو معايا الجزء ده بقى سنتي اهو. هجيب بقى كده لون تاني. انا استخدمت هنا البينك مع الفوشيا، وعملت منه شريط اقل من السنتي، وهعمل كده اكسات في الاجزاء الفاضيه دي. وانا هنا كده خلاص هعمل بقى الاربع اجزاء زي بعض، هحط فيهم اكسات كلهم زي ما انتم شايفينها كده. اجيب بقى الاعواد الخشبيه اللي بنستخدمها في المطبخ. هبدا ان انا اجيب 4 اعواد واحطهم في الجزء السنتي اللي انا عاملاه ده. يبقى انا كده دعمت الفانوس وخليته يبقى قوي، لان طبعا الفوم لوحده بيبقى ضعيف. جبت كده دايره اكبر من الفانوس اللي انا عملته دي بسنتي واحد. قصيت دايرتين زي بعض، قصيت دايره تحت هنا ما استخدمتش كرتون خالص، وهقص الدايره التانية برضو احطها الزقها فوق. يبقى انا كده عملت قاعده الفانوس وقبه الفانوس. جبت قطعه فوم مربعه فضي احطها كده، قطعه تانية اصغر منها بسنتي فوشيا احطها برضو، قطعه تانية اصغر منها لونها بامبي واحطها. يبقى فاضل يد الفانوس. جبت قطعه 2 سنتي في 10 سنتي. هبتدي ان انا اتنيها كده تانيتين لجوه عشان تبقى جامده، وفي نفس الوقت تبقى دي اليد بتاعه الفانوس. وهبتدي ان انا اثبتها كده من الجنبين، واعمل بقى الجزء اللي بيبقى فوق على قبه الفانوس، او اليد اللي ممكن برضو امسك منها الفانوس. هجيب كده قطعه فضي وابتديت ان انا اتنيها والفها، وهعمل الجزء ده كده. ويبقى انا كده خلصت الفانوس. احطي بقى اي شريط تزيين عندك، ولو عايزه تسيبيه كده كمان من غير شريط تزيين. انا حطيت كده شريط تزيين وشريط تزيين من تحت، وقطع استراس على كل الاكسات اللي انا عملتها. وحطي اي وحده اضاءه، شريط ليد، شمعه مضيئه، اي حاجه. وخلص الفانوس شكله تحفه، وبرده ما خدش مننا اي وقت ولا مجهود ولا تكلفه. يلا بينا على الفكره الثالثه.
استخدمنا هنا بقى كوبايات القهوة الورق دي، طبعًا أنا جِبت هنا كده كوبايتين، قصّيت عندي واحدة أقصّها لقُبّة الفانوس، أبتدي إن أنا فرّغت كده عملت قصّيتها 4/4 وهابدأ إن أنا أقص مثلثات عشان دي هتبقى القُبّة بتاعة الفانوس، وباقي الكوباية دي استخدمت منها قاعدة الفانوس الجزء الصغير ده، وعندي كوباية كاملة هاستخدم منها جسم الفانوس، يبقى أنا كده معايا كوبايتين بس هاعمل منهم فانوس، كده أنا رتّبته أهو. أبدأ بقى بالألوان اللي أنا عايزاها، أبتدي أعمل القُبّة وأعمل الجسم. أنا هالزق هنا الفضي على القُبّة، بعد أمّا ألزقه كده أبتدي إن أنا أفرّغ المثلثات اللي أنا قاصاها، سهلة جدًا ومش هتاخد منِّك وقت خالص، وفي نفس الوقت نتيجة جميلة وهيعجبِك إن شاء الله. أنا كده بافرّغ المثلثات، هابدأ بقى بعد أمّا أفرّغ المثلثات أبدأ إن أنا ألزقهم كده على بعض عشان أكمّل شكل القُبّة، أحط كمية شمع بسيطة جدًا وابتدي إن أنا أثبّتهم كده على بعض، وبقى معايا قُبّة الفانوس كده جاهزة، ما خدتش وقت وسهلة وبسيطة. أبدأ بقى بعد كده أجيب الجزء التاني اللي هو جسم الفانوس، أبتدي أقسّمه على نفس الزوايا دي، لإن أنا عايزاه الفانوس معايا يبقى واخد تربيعة شوية، هابدأ بس إن أنا كده أقص الجزء الصغير اللي فوق ده، وابتدي إن أنا أتنيهم كده بقى عمل نفس التربيعة اللي طلعت معايا في القُبّة. أجيب بقى أعمل شكل كده شباك للفانوس، أي شكل إسلامي أنتِ عايزاه، ده اللي أنا هابتدي ألزقه على جسم الفانوس، بس بعد أمّا أخلّص كل الفانوس، ألزق كده الكوباية كلّها بالفوم الأزرق أو أي لون طبعًا تفضّليه. أنا استخدمت هنا في الفانوس الفضي مع الأزرق، وهابدأ برضه أتنيه كده من الجناب عشان يدّيني التربيعة. أجيب بقى القاعدة هاعملها برضه بالفوم الفضي، بادّيها كده كسرات، أنا هنا باستخدم فوم بيلزق، فسهل معايا إن أنا أعمل الكسرات دي وأنا شغّالة، وأثبّت القاعدة بقى معايا كده لجسم الفانوس مع القاعدة، وابتدي إن أنا كمان أثبّت قُبّة الفانوس. وتقدري طبعًا تستخدمي أي شريط تزيين، أنا هنا استخدمت الشريط الفضي، هابتدي إن أنا ألزقه كده حوالين، هنا خدت دورين هالزقه حوالين القُبّة مع الجسم، وهاجيب كده استراس واحد بس، دور واحد بس، هابتدي إن أنا أنزّله على الزوايا كلّها بتاعة الفانوس، وكمان تقدري تزينيه بقطع فوم، شرايط فوم رفيّعة لو مش عندِك استراس، يعني ما تُقفيش على حاجة، أي تزيين بأي خامة تقدري تزيني بيها الفانوس، وألفّه كمان كده تحت على القاعدة. كده هيبقى فاضل إن أنا أعمل له اليد وأعمل له الشبابيك اللي أنا قصيتها قبل كده، أنا هي قصيت منها 4 على الفوم الفضي، وهابتدي إن أنا ألزقها كده على كل جوانب الفانوس، يبقى معايا بالشكل ده. أجيب كده حلقة من ميدالية قديمة وابتدي إن أنا أثبتها على راس الفانوس من فوق أو قُبّة الفانوس من فوق، وقصيت هلال صغير كده حطيته فيه، ويبقى كده خلص معايا. تحفة جدًا وشكله جميل خالص. يالّا بينا بقى على الفكرة الرابعة، هاستخدم برضه في الفكرة الرابعة نفس كوبايات القهوة اللي أنا استخدمتها، بس هنا هاعمل الفانوس ده مضيء. تابعوا معايا الفيديو للآخر وإن شاء الله هيعجبكم كمان الفانوس الصغير ده. هنا فرّغت 4 مستطيلات على الجسم الكوباية زي ما أنتم شايفينها كده، وسِبت ما بين كل مستطيل ومستطيل سنتي. جبت كده أي بلاستيك عندي من دوسيه من أي لعبة، حطيته كده جوّه، ابتديت إن أنا ألزقه، وداريته كده بقى الجسم كله بالفوم، بس خلّيت فيه فستون من فوق وفستون من تحت، وكمان داريت الأجناب. وهابتدي إن أنا أجيب قطعة أكبر من الفانوس بسنتي، وابتدي دائرية طبعًا، وهابتدي إن أنا ألِف حواليها كده الفوم، وشريط التزيين بقى هالفه كده على الكوباية، برضه تقدري تستخدمي استرس أو فوم لون تاني، وهابدأ إن أنا أزين بيه الفانوس كده، وهابدأ إن أنا أجيب شمعة مضيئة وهافتح لها فتحة من تحت، طبعًا اسمها شمعة مضيئة أو إلكترونية بتتجاب من أي مكتبة، فتحت لها كده ولزقتها من تحت، وهاجيب كده القاعدة بتاعة الفانوس معايا هاغطيها برضه بنفس الفوم. استخدمت في كل الفانوس هنا الفوم الأحمر، واستخدمت شرايط التزيين الفضي، وهابتدي إن أنا أحدد كده القاعدة من تحت. برضه القاعدة خدناها من كوباية تانية لو زي الفانوس اللي إحنا عملناه قبل ده على طول، وهابتدي بقى إن أنا أزينه بشريط التزيين الفضي، طبعًا تقدري برضه تزينيه بأي حاجة متوفرة عندِك. هابدأ بقى كده ألزق الدايرة اللي أنا عملتها، طبعًا غطيتها بالفوم من فوق ومن تحت فضي وأحمر، وهابدأ كده إن أنا عايزة أعمل طبعًا قُبّة الفانوس. جبت قاعدة تانية من الكوباية، وهابدأ إن أنا أغطيها برضه بالفوم الأحمر، يبقى أنا كده استخدمت في الفانوس ده 3 كوبايات، 1 للجسم و2 للقاعدة. هابدأ بقى كده بعد أمّا غطيتها بالفوم الأحمر، عايزة أعمل لها الماسكة بتاعتها، لفيت برضه قطعة فوم وحطيت في قلبها قطعة من الاسترس، عملت اليد، وهابتدي إن أنا برضه أحددها كده من فوق، وكده يبقى الفانوس خلص معايا وكمان بينوّر، شكله جميل وتحفة خالص. يا رب لو فوانيس النهارده بقى عجبتكم، اشتركوا في القناة وفعّلوا الجرس ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.